ابن واحد من أغنى رجال العالم فقد عقله. سأشرح لكم ما الذي حدث ولماذا فقد عقله. جايدن سميث، واسمه الكامل جايدن كريستوفر سايرس سميث، هو ممثل وعارض أزياء ومغني راب وراقص ومؤلف أمريكي. ولد في 8 يوليو عام 1998 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهو ابن الممثل ويل سميث والممثلة جادا بينكيت سميث. لكن لماذا فقد عقله؟ رغم امتلاكه لكل شيء يحتاجه في الحياة، يعتقد معظم الناس أنه مجنون. لكن هل الأمر كذلك فعلا؟ مؤخرا تمت دعوة جايدن إلى برنامج وليمة من أجل العالم، وهناك كشف لمعجبيه أن كل زي يرتديه يحمل معنى كبيرا، ووراء ذلك يمكنه أن يجني أكثر من $1,000,000 عن كل زي يعيد ارتداءه. وراء كل زي أرتديه هناك فريق كامل يعمل عليه، وأنت لو عرضوا عليك $1,000,000 مقابل أن ترتدي مثل هذه الأزياء، هل ستفعلها؟ دعونا نناقش ذلك في التعليقات.